تشابي ألونسو يتفوق حتى الآن. كروس ينتقد وسيلة إعلامية بسبب ريال مدريد. سبب غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد. جولر يكشف سر احترام زملائه في ريال مدريد. أرقام إصابات ميندي مع ريال مدريد. تشابي ألونسو يتفوق حتى الآن. ثلاثي القمة في الليغا الإسبانية: ريال مدريد، برشلونة وفياريال. ألونسو يقود ريال مدريد بثبات نحو الصدارة بأداء متوازن بين الدفاع والهجوم. هانس فليك يعيد الهيبة إلى برشلونة ويواصل الضغط على ريال مدريد في سباق الصدارة. مارسيلينو مع فياريال يواصل المفاجآت ويضع الغواصات الصفراء بين الكبار. تواريخ الجولة القادمة: برشلونة مقابل جيرونا السبت 5:15 مساء. فياريال مقابل ريال بيتيس السبت 7:30 مساء. ريال مدريد مقابل ختافي الأحد 10:00 مساء. من يواصل التألق في صراع المدربين على القمة؟ سبب غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد. كشف الصحفي سيرخيو كيرانتي عبر شبكة دازن أن غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تدريبات ريال مدريد جاء لأسباب تتعلق بالراحة فقط دون وجود أي إصابة. ويحرص المدرب تشابي ألونسو على أن يكون مبابي في أفضل حالاته البدنية والفنية استعداداً لمباراة الأحد المقبلة، حيث يعول عليه كثيراً لقيادة الخط الهجومي للنادي الملكي. جولر يكشف سر احترام زملائه في ريال مدريد. أبدى التركي أردا جولر سعادته بالمكانة التي اكتسبها داخل غرفة ملابس ريال مدريد، مشيراً إلى أن تسديد الركلات الحرة في التدريبات كان مفتاحاً لبناء احترام زملائه وثقتهم فيه. وقال جولر في تصريحاته للصحيفة الفرنسية: أعتقد أنني اكتسبت الاحترام بفضل التسديدات التي نقوم بها في نهاية التدريبات، وبعدها أصبح من الأسهل طلب الكرة يوم المباراة عندما تكون هناك ركلة حرة قريبة من المنطقة. وأضاف النجم التركي الشاب: يجب أن تجد التوازن بين المطالبة بالأشياء واحترام الآخرين، فإذا جاء لاعب مثل مودريتش وأراد التسديد فعليك أن تترك له الكرة دون أن تقول كلمة واحدة، مؤكداً أن التواضع والاحترام داخل الفريق هما ما يصنعان الانسجام الحقيقي بين اللاعبين. كروس ينتقد وسيلة إعلامية بسبب ريال مدريد. انتقد النجم الألماني السابق توني كروس شبكة ESPN العالمية بعد أن نسبت له صورة وهو يدرب الأطفال في أكاديمية ريال مدريد، في حين أن الصورة التقطت داخل أكاديميته الخاصة في مدريد. كروس سارع إلى تصحيح الخطأ عبر حسابه على إكس بطريقة طريفة، موضحاً أن الصور تعود إلى أكاديمية توني كروس، المشروع الذي أسسه بنفسه لتدريب الناشئين ونقل خبراته إلى الجيل الجديد. ويواصل كروس الذي اعتزل في صيف 2024 بعد موسم ناجح مع ريال مدريد نشاطه الكروي من خلال الأكاديمية والمباريات الخيرية، مؤكداً أن شغفه بكرة القدم لا يزال قوياً رغم اعتزاله اللعب الاحترافي. كارفاخال وتشمت ألكسندر أرنولد اقترب من العودة. كشفت صحيفة ماركا أن داني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد اقترب من العودة تحت قيادة تشافي ألونسو قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد برشلونة يوم 26 أكتوبر. عودة اللاعبين ستسد الثغرة التي تركتها غيابتهما في مركز الظهير الأيمن، وهو ما سيمنح الفريق استقراراً دفاعياً كبيراً قبل سلسلة المباريات الصعبة القادمة. كارفاخال تعرض لإصابة في الساق اليمنى خلال الديربي في 27 سبتمبر، ما اضطره للغياب عن مواجهتي كايرات وفياريال، وسيغيب عن مباريات ختافي ويوفنتوس قبل أن يكون جاهزاً أمام الكلاسيكو. أما ترينت فقد أصيب في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى في 16 سبتمبر خلال دوري أبطال أوروبا، وغيابه استمر لنحو 30 يوماً، ومن المتوقع أن يغيب عن المباريات الثلاث المقبلة، لكن كل شيء يعتمد على تطوره ومشاعره بعد التدريبات الأيام القادمة. عودة كارفاخال وترينت تمنح تشافي ألونسو خيارات تكتيكية مهمة وتزيد من قوة الفريق في خط الدفاع والهجوم على حد سواء، كما تشكل دفعة معنوية لبقية اللاعبين قبل مرحلة حاسمة في الموسم مع استعداد ريال مدريد لمواجهة برشلونة وتحقيق الانتصارات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. ريال مدريد يفرض كلمته.
تصاعدت التوترات حول مباراة فياريال برشلونة في ميامي بعد تجاهل الأندية ورابطة الدوري الإسباني لقادة الفرق خلال اجتماع كان مخصصا لمناقشة الآثار الرياضية واللوجستية للمباراة في الولايات المتحدة. الاجتماع الذي كان من المفترض أن يستمع لموقف اللاعبين لم يشهد حضور أي من الأطراف الثلاثة، مما اعتبر بمثابة إهانة للقادة الذين وجدوا أنفسهم مجددا أمام صمت وغياد التوضيحات. ورغم التجاهل، عقد ممثلو اللاعبين اجتماعا منفصلا وضعوا خلاله أسس الإجراءات القادمة، ويستعد الاتحاد لإصدار بيان قوي يطالب فيه باحترام اللاعبين وضمان الاستماع لهم قبل اتخاذ أي قرارات تؤثر على مسيرتهم. مندي زجاجي، 17 إصابة وغياب 626 مع ريال مدريد. عاد فيرلاند مندي إلى تدريبات ريال مدريد بعد غياب طويل استمر 171 يوما منذ إصابته في نهائي كأس ملك إسبانيا، ليواصل سلسلة معاناته مع الإصابات التي لاحقته منذ انضمامه إلى النادي عام 2019. وأصبح الظهير الفرنسي مثالا للاعب الزجاجي بسبب تكرار غياباته رغم جاهزيته البدنية الجيدة في فترات متقطعة، بينما لا يزال مستقبله في النادي مفتوحا رغم ارتباطه بعقد حتى 2027. أرقام إصابات مندي مع ريال مدريد: 17 إصابة منذ 2019، 626 يوما من الغياب، 112 مباراة غاب عنها بسبب الإصابات، 171 يوما منذ آخر إصابة. ماستانتونو جاهز لمواجهة ختافي. كشفت صحيفة ماركا أن ريال مدريد استعاد خدمات مهاجمه الأرجنتيني ماستانتونو الذي عاد للتدريبات تحت إشراف تشابي ألونسو بعد تعافيه من مشاكل عضلية ظهرت أثناء مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني. ماستانتونو سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام ختافي يوم الأحد، فيما سيحدد المدرب قرار مشاركته كأساسي من عدمه. سبورت الكتالونية، موهبة المكسيكي يفضل برشلونة على ريال مدريد. ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن الموهبة المكسيكية صاعد جيلبرتو مورا لاعب تيخوانا يفضل الانتقال إلى برشلونة على حساب ريال مدريد رغم اهتمام الناديين بخدمتهم. وأكد تقرير أن برشلونة يراقب عن قرب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 16 عاما الذي جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين قبل أن تودع المكسيك البطولة من الدور ربع النهائي أمام الأرجنتين. وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد كان يعتبر الوجه الحلم لمورا، لكن اللاعب لا يمنح العاصمة الإسبانية الأولوية في الوقت الحالي، وهو ما يمنح برشلونة الأفضلية في سباق التعاقد معه، خصوصا في ظل العلاقة الممتازة التي تربط رئيس النادي خوان لابورتا بوكيلة اللاعب رافائيلا بيمنتا. رد فعل ألونسو على مشاركة خوان مارتينيز بتدريبات ريال مدريد. تلقى النجم الصاعد في ريال مدريد خوان مارتينيز دعوة مفاجئة للمشاركة في التدريبات الفريق الأول تحت إشراف تشابي ألونسو في خطوة تعكس ثقة المدرب الإسباني في موهبة المدافع الشاب. وكان مارتينيز الذي يلقب براموس الجديد قد عانى من إصابة خطيرة في الرباط الصليبي مطلع الموسم الماضي أوقفت مسيرته لفترة طويلة قبل أن يعود مؤخرا للمشاركة مع الفريق الرديف بعد تعاف كامل. ووفقا لتقارير إسبانية فإن ألونسو أبدى إعجابه بأداء مارتينيز خلال الحصص التدريبية الأولى، مؤكدا أن اللاعب يمتلك شخصية قوية وقدوات دفاعية مميزة تؤهله للعب في الفريق الأول قريبا. عودة مارتينيز تمثل خبرا سارا لإدارة ريال مدريد التي قد تفضل منحه فرصة حقيقية بدلا من الدخول في صفقات مكلفة لضم مدافع جديد خلال الميركاتو القادم.